صباح الخير صباح الخير. لسه صاحي مش لسه صاحيه بصراحه، عشان انا صاحيه من ساعتين تقريبا، وقعدت في السرير واستحميت وصليت. بس كل ده انا صريحه، انا لازم اقول لكم الحقيقه. ما ينفعش اكذب، ما ينفعش اقول لكم انا صاحيه من الصبح ونزلت رحت الجيم لا انا حتى ما لحقتش الفطار بتاع الاوتيل. يعني انا ما اكلتش اي حاجه من الصبح، ما لحقتش الفطار اصلا، ما قمتش للفطار. انتوا متخيلين انسان ما يقومش عشان ياكل؟ يبقى ده انسان مش همه حاجه. على فكره بقى انتوا اللي كسلانين، انتوا كان المفروض تصحوا وتصحوني وتقولوا لي يلا ورانا يوم طويل، ورانا ايفنت بالليل، ورانا نعمل شعر وميك اب ونلبس وكل حاجه، بس انتوا ما صحتونيش. انا اعمل ايه؟ هل المفروض ان انا اعرف واصحى لوحدي؟ لا طبعا. بصوا هحكي لكم اللي ورانا. احنا دلوقتي الساعه 5 الا ربع، وانا المفروض اطلع من الاوتيل الساعه 6 ونص عشان اوصل الايفنت اللي احنا هنتقابل فيه ان شاء الله النهارده الساعه 8. تمام. فانا دلوقتي المفروض اقوم اعمل ميك اب واعمل شعري لسه مبلول بينقط ميه، وايه تاني، واكل عشان ما اكلتش، ولو رحت مش واكله ممكن ابقى مصدعه ودايخه وكده. فانا طلبت اكل من مطعم، يعني اول مره اطلب منه طبعا، اول مره اجي السعوديه. الغباء ده جماعه، هو ده شكله من بره، ومتحمسه قوي اشوف شكل الساندوتش عشان انا طالبه ساندوتش فراخ سبايسي. بس بصوا سعودي ميد، ف يلا نجرب. يا لهوي، ايه ده؟ لا انا اللي طالبه انه العيش يكون براون، يعني طالبه عيش يكون بني. شكله بجد فعلا، يعني تحسوها ان هي حاجه كده تشهي والله العظيم. فاضل بقى نجرب الطعم. زاكي، بس ده زاكي وزاكي. يا جماعه بجد المطعم ده طعمه حلو. انا يعني ما كنتش اعرفه خالص، بس يحيى كان بيقلب في الابلكيشن بتاع الاكل وبيدور على مطعم واخد ريتنج عالي، يعني الناس مقيمينه ان هو مطعم حلو قوي. فقال لي في مطعم اسمه ايه؟ مطعم اسمه ايه؟ كودو، مش عارفه بيتنطق ازاي. بعد كده قلت له طيب ماشي، احنا كده كنا عايزين ناكل ساندوتش، يعني عايزين ناكل حاجه خفيفه اللي هو مش حاجه كبيره قوي، فعايزين ساندوتش اللي هو زي حاجه فطار، او فطار بين الفطار والغدا كده. فقلت له خلاص يلا نجرب. بجد يا جماعه طلع حلو قوي والله بجد. وبعد كده هقول لكم بقى عملت ايه في الميك اب. عملت بس العين عشان مش هعرف اعملها قصاد الكاميرا عشان مش ببقى بشوف كويس، بس جيت بقى نكمل تجهيز مع بعض، هكمل ميك اب وهكمل لبس مع بعض. يا جماعه بصوا، عايز اسالكم على حاجه. بفكر، بصوا ده لوك العين، بفكر احط هنا جليتر يكون كده، هوريه لكم، استنوا هدور عليه. بصوا حط شنطه الميك اب فين عشان يبقى سهل اجيبهم. بصوا هو ده، هجرب احط ده، بس مش عارفه ولا لا، وهل هيحلي الشكل. بصوا ده شكله ولا لا. بفكر احط الجليتر ده، مش عارفه. قولوا لي بقى رايكم، عشان يحط يا ما احطش. بسرعه نعمل الميك اب مع بعض. عايزين بقى نعمل ميك اب يعني يكون جامد، فاهمين قصدي؟ عايزه ميك اب يكون في نفس الوقت يعني مش اوفر، بس ميك اب يكون لذيذ. على فكره نزلت لكم الفلوج بتاع يوم السفر، نزلته خلاص على في كل حته، فاتفرجوا عليه وقولوا لي ايه رايكم. انتوا اصلا وانتوا بتتفرجوا هتلاقوا نفسكم عارفين كل حاجه من سناب شات، بس ظبطته لكم كده، حطيت لكم الحاجات في فلوج زي ما انتوا طلبتوا امبارح بالظبط. المفروض انزل الساعه 6 ونص، والساعه دلوقتي 7 الا 10. والله الناس بتبعت لي دلوقتي يا لهوي، وانا متاخره. اعمل ايه؟ هحاول انجز قوي، بس خلاص انا خلصت اصلا. انا هلبس بسرعه، وانا بلبس في دقيقه وهنزل. ما تقلقوش، كله تحت سيطره، كله تحت السيطره. هنوصل في ميعادنا وهنبقى يعني كل حاجه هتبقى تمام. صح طمنوني جماعه. ايه رايكم في الاوتفيت بتاع النهارده؟ خد وقت متاخره على معادي 35 دقيقه بس يجنن. جماعه المكان طلع خطير. انا لسه هاخد جوله واصور لكم كل حاجه، بس انا هفهمكم الاول الموضوع عباره عن ايه. هو مكان كبير قوي، مقسمينه اجزاء. في جزء عن السلايم، ده الجزء اللي انا هكون موجوده فيه. في بارتيشن تاني مثلا عن باربي، في حته تانيه بتتكلم عن مصر، فكل حته ليها علاقه بحاجه. يا جماعه الموضوع مبهر بشكل مش طبيعي. انا هتمشى في كل حته وهصور لكم كل حاجه كانكم معايا بالظبط. انتوا هتلاحظوا الاضاءه اللي حواليا غريبه عشان انا في بيت الرعب. انا هدخل دلوقتي بيت الرعب. انا مش عارفه انا هعمل في نفسي
كده ليه، بس انا عايزه اصور لكم جوه في ايه، وبصراحه عايزه اترعب شويه، فتترعبوا معايا يا جماعه. هو ده شكله من بره. انا مرعوبه ومش عايزه ادخل. يا لهوي يجي دورنا ان احنا ندخل، ربنا يستر. انا دخلت دقيقتين، دخلت المفروض في مراحل، بتخشوا اول مرحله تاني مرحله، في مراحل كتير قوي جوه. انا بعد اول مرحله اترعبت، بعد كده تاني مرحله ما قدرتش خرجت. والله يا جماعه ايدي بتترعش مش قادره. لا ايه ده، انا طلعت بخاف جدا، انا طلعت اكتر واحده بتخاف في الدنيا. صحابي كلهم اللي جايين معايا كملوا وانا ما قدرتش اكمل. انا بخاف، طلعت بخاف يا جماعه، مش هتصدقوا انا فين. يا جماعة المكان كبير بطريقة مش طبيعية، مش عارفة ليه قفلوا المزيكا عشان صوتي شكله هبل قوي. يا جماعة المكان يجنن بجد. يا جماعة أنا مستنية يجي سامعيني ولا لا؟ نفسي اجي الاردن واغني لو يرجع فينا الزمان ما بخلي ولا مكان، بقلب عليكي كل عمان، بسأل عنك كل انسان، جينا وصار الانسان. جعانة بقولك جعانة، انا مش زي وانا جعانة. هل يرضيكي ان انا انام وانا بطني بتسوي معلومة ما تعرفهاش عني، لما بجوع بهبل، ببتدي اقول حاجات غريبة وبعمل حاجات غريبة وحتى انا صوتي غريب، مش عارفة كل ده عشان جعان. اول لما اكل هرجع انسانة طبيعية اوعدكم، بس لحد ساعتها استحملوا. لا بس ايه رأيكم في الميك اب؟ لا يا جماعة، لو ميك اب ارتست اللي عاملة الميك اب ده مش هيكون جامد كده وقعد معايا طول اليوم ومسحش رغم الحر، كان الجو حر ورطوبة وبصوا كل حاجة. بصوا بقى الميك اب، بصوا قدام الإضاءة، بصوا الاي شادو تحفة ازاي، بصوا الايلاينر، بصوا الرموش، يعني خطيرة. انت يا اسراء خطيرة والله. انت تشتغلي ميك اب ارتست، تشتغلي ممثلة، تشتغلي مغنية، خطيرة يا جماعة. حد يحيى عايز اكل، مش هينفع، انا بقول كلام ما ينفعش اقوله بجد، انا مجنونة كده، انا مش عارفة. انتوا ايه اللي مصحيكوا لحد دلوقتي؟ الساعة 3 الا تلت، ايه اللي مصحيكوا لحد دلوقتي؟ اكيد هصور، واكيد يا اما اشيل الميك اب يا اما هتعشى، يا اما بس اكيد هتعشى، انا هموت من الجوع. ومش هسيبكوا عشان اساند السهرانين اللي زيي واسليهم، عشان انا عارفه ان انتوا مش لاقيين حاجه تعملوها وبرضه مش عارفين تناموا، فهنسلي وقتنا مع بعض. عندك حق، انا لازم اكل سندوتش جبنه. انا داخله المطبخ اهو المطبخ هنا، داخله المطبخ وهعمل لي سندوتش جبنه، عشان انا ما ينفعش اكل بره الساعه 3 الفجر، لازم طبعا اكل سندوتش جبنه وخلاص، صح؟ ما ينفعش انزل. ازاي انزل يا يحيى؟ ازاي انزل واكل بره الساعه 3 الفجر؟ عادي، عيب قوي. اول مره